السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أحبائي الصغار؟ معنا اليوم درس جديد من دروسنا في كتاب العلوم. إنه جميل جدا، ستستمتعون اليوم كثيرا في هذا الدرس مع أكاديمية كوانتم التعليمية. عنوان درسنا لليوم أدفع أسحب. أمامنا أو عندنا الأشياء والألعاب وكل شيء حولنا يتحرك. تحرك هذه الأشياء يكون بتطبيق قوة. هذه القوة تغير اتجاه هذه الأشياء. مثلا هذا ما أسميه قوة. القوة هي التي تغير اتجاه هذه الأشياء. القوة نوعين: أما أن تكون قوة الدفع، أي أن أدفع شيئا ما وأبعده عني، أو أن تكون قوة السحب، أن أسحب شيئا ما وأقربه مني. مثلا الأسماك تسبح في النهر. جبت أنا صيادة سمك وحطيتها، رح أطبق أنا قوة على هاي الأسماك حتى غير من تحركها. قامت مسكت سمكة بصيادة السمك، أنا طبقت عليها قوة، وإيش عملت؟ دفعتها، رجعتها على المي، دفعتها لقدام؟ لا، قربت لعندي، يعني سحبت لعندي بهذا الشكل، فأنا طبقت عليها قوة السحب. مشان هيك أنا حصلت على السمكة. مثلا عنا الكرة. وقت الكرة نحن بدنا نلعب، وقت بنلعب كرة القدم بضرب الطابة مشان أنا أدخل على الهدف وأخذ جول ومنفوز. طيب طيب أنا وقت الطابة بدي خليها تتحرك من مكان لمكان، إيش بعمل لها؟ بركلها برجلي. وقت اللي أنا بركلها برجلي، هذا بكون أنا طبقت عليها قوة الدفع. دفشتها يعني دفعتها، يعني دفشتها. بإيش دفشتها؟ دفشتها برجلي حتى أنا أحسن فوز. فكل حركاتنا نحن منطبق فيها قوة. هاي القوة منغير فيها مسار الأجسام. مثل وقت اللي إنا غيرنا الطابة من هون لهون، غيرنا مسار الطابة. السمكة كانت عم تسبح، سحبناها من المي لبرات المي، طبقنا عليها قوة. هاي القوة إما بتكون قوة دفع، يعني دفش، مثل ما بنقول بالعامية دفش، يعني قوة الدفع، أو قوة السحب. قوة الدفع الشغلة بتكون قريبة مني، بدفعها يعني بعد عني، وقوة السحب شغلة بتكون بعيدة عني وأنا بشدة فبخليها قريبة مني. هاي الأشياء اليوم رح نتعلمها بدرسنا العلوم. يلا نبلش. ألاحظ ما الذي يجعل أوراق الأشجار تتحرك. أوراق الأشجار بتكون ثابتة على الشجرة، إيش بخليها تتحرك؟ القوة هي اللي بتخليها تتحرك. قوة إيش؟ قوة الهواء. لما بيجي الهواء عليها بيهزها، فهاي الهز هو قوة دفع. كان في أوراق واقفة هيك يعني شوية مصفرة مثلا كذا، قامت وقعت. شلون وقعت؟ لما طبقت عليها قوة الدفع تبع الهواء، فوقعت أوراق الأشجار. عندي قطار، هذا القطار واقف من دون ما أطبق عليه ولا قوة بيتحرك. من دون ما أطبق عليه قوة السحب أو قوة الدفع بيتحرك؟ ما بيتحرك، هذا جامد. طيب كيف بخليه يتحرك؟ مثلا هون قالوا لنا تعالوا لحتى نجيب خيط ونربط القطار فيه ونشده. لما شديناه طبقنا عليه قوة إيش؟ قوة الدفع ولا قوة السحب؟ أحسنتم، قوة السحب. أنا لما عم شده طبقت عليه قوة السحب، فإيش؟ فتغير مكانه من مكان إلى مكان، صار يمشي معي. إذا أنا بهاي الحالة طبقت عليه قوة السحب وخليته يمشي. حين ندفع الأشياء نبعدها عنا، يعني قوة الدفع لما بدفع الأشياء أنا بكون عم بعدها عني، وحين نسحب الأشياء نقربها منا. أما قوة السحب فبتكون بعيدة وأنا بقربها لعندي بهذا الشكل. ألاحظ كيف يمكنني جعل هذه الأشياء تتحرك. أقترح مع زميلي الطرائق المناسبة لتحريك هذه الأشياء. هم في عنا طابة، أحرك الكرة باستخدام إيش؟ أحسنتم، باستخدام الدفع، باستخدام قوة الدفع. بس إن ركلتها بإجري يعني دفشتها، يعني بعدت عني، فبتتحرك الكرة. طيب هاي السلحفاة كيف رح تتحرك؟ منشاهد إنه هي إلى دواليب وإلى خيط، فأنا إذا مسكت الخيط بكل بساطة سحبته لعندي، فأنا هيك بكون عم طبق عليها قوة السحب، فبحسن بحركها. معناتها أحرك السلحفاة باستخدام السحب. أحرك سيارتي الصغيرة باستخدام
كمان هون منلاحظ انه هاي السيارة في إلها خيط، كمان اذا مسكت الخيط وشديتها فانا احرك سيارتي باستخدام السحب. كمان القطار منلاحظ، شايفين صرنا ننتبه هذا الشي اللي انا قدامي بحسن انا بسحبه لحتى لي يحركه ولا بحسن ادفشه لحتى لي يحركه. هذا الشي اللي لازم يجي على بالي وقت اللي انا بيطلب مني انه كيف بدي احرك هذا الشي، هاي السيارة، هذا القطار، هاي السلحفاة، هاي الكرة. فبعضها فورا لازم يجي على بالي انه انا اذا دفشتها لازم تمشي، يعني بقوة الدفع. في شغلات لازم يجي على بالي انه انا اذا سحبتها لازم تمشي، مثل هاي الاشياء. فهون احرك القطار باستخدام السحب حتى يمشي ببساطة، بحسن حركه وقت اللي بسحبه. فالقوة تحرك الأجسام. هذا السحب والدفع هو عبارة عن قوة، يعني شيء خارجي عن السيارة والطيارة والسلحفاة، شيء خارجي عنا. فالقوة هي اللي بتحرك هاي الأجسام. أستخدم قوة الدفع وقوة السحب لتحريك الأجسام. بعض الأشياء بدها دفع، بعض الأشياء بدها سحب حتى تتحرك. ألاحظ الصور ثم أملأ الفراغات بجهة الحركة المناسبة: الأمام، الخلف، الأعلى، الأسفل. أتحرك نحو الأعلى. هون بنشوف هذا الولد هو اللي عم يحكي وقت اللي حاطين له السهم هيك، فعم بيقول هو أنا أتحرك نحو الأعلى. طيب هلا وقت اللي بيجي دوره هو بده ينزل لتحت، فبيقول أتحرك نحو، أحسنتم، أتحرك نحو الأسفل. بالمرجوحة كمان هون عم نطبق قوة. لك كيف عم تتحرك المرجوحة؟ أتحرك نحو الأمام. هون بنلاقيها إنه هي عم تتحرك نحو الأمام، وهون أتحرك نحو الخلف بهذا الشكل، وهي عم تتمرجح مرة لقدام مرة لورا. هاي القوة يلي عم تخليها تتمرجح مرة لقدام مرة لورا. فالقوة تغير جهة حركة الأجسام، يعني مثل عنا بالميزان من الأعلى إلى الأسفل، وبالمرجوحة من الأمام إلى الخلف. هذا عم يطبق عليها قوة حتى عم تغير حركة الأجسام. أختبر نفسي. أنا أهتم بسلامتي ولا أستخدم قوتي لدفع أو سحب الأشياء التي تهدد سلامتي أو سلامة أصدقائي. أصل العبارة إلى الصورة التي تعبر عنها. إذن كلياتنا في عنا قوة، وهاي القوة إما بحسن أنا بستعملها بالخير، أو لا سمح الله بحسن بستعملها بالشر، يا أما بشي بيهدد سلامتي أو سلامة أصدقائي. مثلا إذا كنا طالعين الباص ما بصير ندفع أصدقائنا، نطبق عليهم يعني قوة الدفع، فهذا الشي بيأذيني، ممكن أنا أوقع، ممكن رفيقي يوقع، ممكن ننصاب. فبهذا الشكل هذا ما بصير نحن نستخدم القوة بشكل يهدد سلامتنا أو سلامة أصدقائنا. هون في عنا هاي عم تسحب بريز الكهرباء، شايفين من وين ماسكته من يعني من مكان خطر، ممكن تتمزق هون الأسلاك وتكهربها، فهذا خطير جدا، ما بصير هيك. لازم لما استعمل قوة السحب استعملها بحكمة بحيث اني ما ضر حالي ولا ضر اللي حوالي. هون في عنا هذا الولد عم يحاول يطفش صندوق كبير، وهذا الشي ممكن يكسر ايده، ممكن يوجع ظهره، ممكن يوجع اجريه، فيعني هذا الشي بيعمل له مشاكل له، هذا خطر على سلامته. فهو عم يستعمل قوة الدفع بشي هو ما نقده، هذا الصندوق كتير كبير او كتير تقيل، فلازم نحن نستعمل هاي القوة بحيث ما نهدد لا سلامتنا ولا سلامة أصدقائنا. رح أصغر الشاشة شوي مشان نشوف كل الصفحة. هون في عنا أتجنب دفع الأشياء الكبيرة. أي من هذه الصور في دفع للأشياء الكبيرة؟ أحسنتم، هذا الولد وقت اللي كان عم يدفع الصندوق الكبير ما بيصير هو يدفعه. أتجنب دفع صديقي في أثناء الصعود إلى الحافلة. أي من هذه الصور تعبر عن هذه الجملة؟ أحسنتم، هون بنشوف إنه حاطين له إكس، ما بصير تدفع رفقاتك وأنت طالع على الباص، أنت بتنأذى وهن بينأذوا. أتجنب سحب سلك الكهرباء. أي صورة بتعبر عنها؟ هاي الصورة، لأنه هذا التصرف خطير جدا، ما بصير نسحب نحن السلك من هون، فلا سمح الله منكهرب حالنا ومنعرض حالنا للخطر. إذا تعلمت يتحرك الجسم عندما أطبق عليه قوة. لازم طبق عليه قوة حتى يتحرك. الأشياء الجامدة ما بتتحرك من تلقاء نفسها أبدا. مثل إيش؟ مثل قوة الدفع أو قوة السحب، يا أما قوة الدفع بطبقها حتى يتحرك أو قوة السحب. القوة تغير جهة الأجسام. القوة إيش بتعمل؟ تغير جهة الأجسام، مثل وقت اللي كنا
مثل وقت اللي شفنا رفيقنا عم يلعب على الميزان، مرة القوة عم تدفشه لفوق ومرة لتحت، بالأرجوحة مرة لقدام مرة لورا بهذا الشكل. فالقوة هي التي تغير جهة حركة الأجسام. هون في عنا هذا العامل عم ياخد هاي الزريعة ومعه هاي اللي بتنقل الزريعة، هذا كيف عم يحركها؟ عم يشدها لعنده ولا عم يدفعها؟ أحسنتم، بقوة الدفع. يقوم بتحريكها عن طريق عجلة بقوة الدفع. هون هذا الصياد عم يصطاد سمكة، كيف عم يحسن يطبق قوة حتى يطالع هاي السمكة من المي؟ قوة السحب، لأنه لو استعمل قوة الدفع بترجع السمكة على المي وهو بيخسر، فهو عم يستعمل قوة السحب. هون بعربة التسوق، الماما وقت اللي بتمشي وبتدفش، شايفين حتى نحن وقت اللي نقول ماما بتمشي وبتدفش عربة التسوق يعني بتدفع عربة التسوق، هاي ايش عم تستعمل عليها؟ ايش عم تطبق عليها؟ بتطبق عليها قوة الدفع، قوة الدفع حتى تستطيع أن تحرك هذه العربة. أختبر نفسي، أصل الصورة للمكان المناسب لها. هون في عنا صور قوة الدفع وقوة السحب، وهون بهاي الصور رح نكتشف هدول الأطفال عم يطبقوا قوة الدفع ولا قوة السحب. هون في عنا هذا عم يصطاد سمكة، هلأ هو عم يطبق قوة السحب ولا قوة الدفع؟ أحسنتم، قوة السحب، لأنه بده يسحب السمكة لحتى يحصل عليها. هون في عنا هذا الطفل قاعد بالقارب، هل هو عم يطبق قوة الدفع أم قوة السحب؟ أحسنتم، عم يطبق قوة الدفع حتى يحسن ينطلق إلى الأمام، بحط المجزاف وبيدفع الماء من الأمام إلى الخلف حتى يحسن مركبه ينطلق. هون في عنا هاي البنت عم تحاول تجلس هذا الصندوق، فهي عم تطبق عليه قوة السحب ولا قوة الدفع؟ قوة الدفع، هون تحاول تدفعه هيك مشان يتجلس معه. هون في عنا هاي البنت عم تحاول تتسلق الجبل وفي حبل ماسكة فيه، هلأ هي عم تطبق عليه قوة الدفع ولا قوة السحب؟ هي عم تمسك بهذا الحبل وتسحب حالها لفوق، معناتها عم تطبق قوة السحب. إذا بهذا الشكل نصلها. ألون من يقوم بالدفع باللون الأصفر ومن يقوم بالسحب باللون الأزرق. هم بين هدول الأطفال من يقوم بالدفع؟ هذه تقوم بالدفع، إذا ألونها باللون الأصفر. ومن يقوم بالسحب؟ هذا الذي يقوم بالسحب، إذا ألونه باللون الأزرق. طيب هون هذا إيش بيطبق؟ الدفع أم السحب؟ أحسنتم، حاطط حبل وعم بيطبق السحب، إذا ألونه بالأزرق. هاي مع عربة عم تطبق عجبيات، ترى السحب ولا الدفع؟ أحسنتم، عم تطبق الدفع، إذا ألونها باللون الأصفر. هذا كان درسنا لليوم يا أحبائي، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. ألقاكم في درس جديد، إلى اللقاء.